ازيكم عاملين ايه؟ اللي معرفش قناتي، فانا اسمي فارس نشأت عبد العليم. دي قناتي على اليوتيوب بشرح فيها ايه مواد الثانويه العامه واهم النصائح اللي تمشي عليها والخطوات وكل حاجه تخص المواد. فانا باذن الله النهارده هقول لكم على اهم الخطوات واهم النصائح في ماده الكيمياء. طبعا عارف ان انت كطالب ثانويه عامه في شهر 12 بعد ما بتحفظ المعادلات بتاعه الدرس وبتراجع على المخططات اللي موجودة أو اللي أنت راجعتها وبترجع للأسئلة ما بتعرفش تحل، أو بتيجي تقابلك مشكلة إن مثلا لو في 50 سؤال بتغلط في 40 بتحل 10. فدي مشكلة بتقابل أغلب الطلبة. فأنا بإذن الله في الفيديو ده هقول لك على أهم كل حاجة في المادة دي. فما تنساش إنك تشير الفيديو لزميلك عشان ده ممكن يكون سبب في إن ربنا يكرمك في آخر السنة. كمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. طبعا كطالب ثانويه عامه اكيد في وقت بيضيع منك، فما تجيش على 10 دقايق دول اللي هيحددوا لك مسارك باذن الله في ماده الكيمياء وهيفهموك الدنيا ماشيه ازاي. وكمان ما تنساش انك تدعمنا وتقول لنا ايه المشكله اللي بتقابلك في الكومنتات، وباذن الله نرد على كل واحد فيهم. الفيديو ده هينقسم لاربع حاجات. اول حاجه هي ان 3 خطوات هتذاكر فيهم الماده دي وهتلمها باذن الله، يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين المشاكل اللي بتقابلك، وانا هقول لك على كل مشكله وحلها باذن الله. وطبعا ده بالنسبه لاغلب الطلبه اللي انا قابلتهم وكتبوا لي المشاكل بتاعتهم. المشاكل كانت كالتالي: النسيان، اللي بيحفظ معادلات كتيره ومخططات وبيرجع برضه يجي يحل ما بيعرفش يحل. دي برضه من اهم المشاكل الشائعه بالنسبه لطالب ثانويه عامه في ماده الكيمياء. وتالت حاجة الناس اللي مراقبة. فدي أهم المشاكل برضو في مادة الكيمياء. تالت حاجة هنتكلم عنها هي الكتب، ورابع حاجة هنتكلم عنها وهي المدرسين. فأول حاجة هنتكلم عنها كده هي مذاكرة المادة في 3 خطوات. عشان تذاكر مادة زي مادة الكيمياء وتتقنها عشان تقفلها في آخر السنة لازم تعمل 3 خطوات دول. أول خطوة هي إنك لازم تحفظ الدرس بنسبة 100%. هيجي طالب دلوقتي يقول لي ازاي يا دكتور فارس بتقول الكلام دون وماده زي ماده الكيمياء عاوزه فهم اكتر من الحفظ؟ انا بقول لك وعلى مسؤوليتي احفظ ماده زي ماده الكيمياء. تعالى على درس مثلا في الدرس الاول في باب الكهربيه، احفظ رمز البطاريه واحفظ الفي بي بتاعتها، واحفظ كل العناصر اللي قبل الاتش والعناصر اللي بعد الاتش وايه اللي بيحل محل الهيدروجين وايه اللي بيحلش محل الهيدروجين. احفظ كل حاجه في الدرس عشان ده هيفيدنا في الفيديو. كمان خطوة، يعني أول حاجة في مذاكرة الكيمياء لازم تحفظ الدرس كل حاجاته وكل إتقان تحفظه حفظ. هتيجي الخطوة رقم 2 إنك هتيجي تجيب ورقة وتكتب فيها اللي أنت حفظته أو فهمته من الدرس ده. هتيجي تكتب كل اللي أنت حفظته أو كل اللي أنت فهمته، وتجيب الورقة دي وتفتح الكتاب وتقارنها باللي أنت شفته في الكتاب. لو لقيت حتة انت ما كتبتهاش او حتة ناقصة في اللي انت كاتبه يبقى الحتة دي انت ما حفظتهاش. هترجع تعمل كالتالي: هتقفل الكتاب، قصدي هتقفل الورقة وتفتح الكتاب، ترجع تحفظ الحتة دي تاني بكل اتقان، وتبدأ اللي انت تراجع عليها وتحفظها. يبقى كده دي الخطوة رقم 1، انت اتقنت حفظ المادة دي او حفظ الدرس دون من الكتاب. وكمان عرفت ايه اهم التركات فيه بالنسبة للحفظ. دي كده انت حفظت الدرس بنسبة 100%. الخطوة رقم 3، انت بعد ما كتبت المخطط الاول وما استفدتش منه حاجة، المخطط رقم 2 اللي انت هتعمله برضو بخط ايدك، هتيجي مثلا الخلايا الجلفانية والخلايا التحليلية هتقسمهم كلهم كده في ورقة وتكتب الفي بي لكل واحدة، وتكتب تفاعل الأكسدة والاختزال بكل واحدة وتلخصه كده في ورقة، وتيجي تجيب الورقة دي تلزقها على الحيطة عندك. لما تلزقها على الحيطة عندك تيجي كده تصحى الصبح تيجي تبص على الحيطة، مخك هيعمل ليها حفظ تلقائي. بمعنى ان انت كل يوم بتبص على ورقة زي دي، بتبص على الفي بي، بتبص على تفاعل الأكسدة، تفاعل الاختزال، مين اللي بيحل محل مين اللي بيحصل له اكسده، مين اللي بيحصل له اختزال، مين العامل المؤكسد، مين العامل المختزل. بالتالي انت هتكون حفظت كل حاجه تخص الخلايا. ده بالنسبه للكهربيه. فنصيحه مهمه جدا ان انت بعد ما تخلص لازم تعمل المخطط بتاعك للدرس اللي انت حفظته. المخطط ده حرفيا هيسهل عليك الدنيا، وكمان لما تلزقه على الحيطه مخك هيعمل له حفظ تلقائي. تخيل انت بتحفظ لما بتسمع اغنيه لمده مثلا اسبوع عقلك بيحفظها تلقائي، ما بالك بقى لما انت بتشوف حاجه كمان بعينك. فديا من اهم الخطوات لمذاكره ماده الكيمياء. عندي دلوقتي حاجه زي للحديد زي كده اهي، لو حد هيصورها، فديا تلخيص للحديد. التلخيص ده كان عباره انه ملخص الشابتر كله
والمعادلات والتفاعلات وكل حاجه موجوده هنا. فانا لما حفظت الورقه دي حليت حرفيا كتاب الوافي، كتاب الامتحان، كتاب مندليف، كتب كتيره. وكمان في قبل امتحان نهايه السنه حليت برضو من الورقه دي. فانت لما بتعمل المخطط ده بيساعدك، وتيجي كده تلزقه على الحيطه عندك هيسهل لك الدنيا. وكمان لما تبص عليه هتبقى حافظ كل حاجه فيه. ده بالنسبه لمذاكره الكيمياء. رقم 2، المشاكل اللي بتقابل كل الطلبه. المشاكل اللي بتقابل كل الطلبه زي ما انا قلت في بدايه الفيديو، مشكله النسيان. بحفظ معادلاتي وبحفظ كل حاجه، اجي احل مثلا حليت في كتاب الامتحان حليت 50 سؤال غلط و10 اسئله صح. يعني دي كطالب ثانويه عامه هيفتكر انها كارثه، لا ده عادي جدا لطالب بيحل لاول مره على الدرس اللي هو حافظه. طبعا انت هتفكر ان انا بعد ما اقول لك الخطوات بتاعه المذاكره دي هتيجي هتحل كل الاسئله صح. لا، الفكره في الاسئله واللي بيعملها ان هو بيكون عاملها بحيث ان الطالب يكتسب منها فكره جديده، وبحيث ان الطالب يكتسب منها معلومه جديده. طيب انا دلوقتي اعمل ايه لو انا بغلط كتير وكمان بنسى وكمان الدنيا متراكمه عليا؟ اول حاجه كده كحل للمشكله دي هي ان انت تعلق المخطط زي ما انا قلت لك، بحيث ان انت وانت بتيجي تحل تبص على المخطط ده وتحل منه. حتى لو انت تبص عليه بعد اسبوع باذن الله او بعد مده بسيطه جدا هتلاقي نفسك حفظته وحفظت الدرس اللي هو فيه المخطط ده، وليكن الحديث زي ما احنا لسه مورين لحضرتك. وانت بتحل وبصيت على الورقه دي مره على مره هتلاقي نفسك حفظتها صم، وبالتالي لما تيجي تحل بعد كده اي سؤال هتكون تعرف تحله. طيب انا دلوقتي حليت لاول مره الدرس ده وغلطت في 10 اسئله، غلطت في 50 سؤال وحليت 10 اسئله صح. طيب دلوقتي انا خلصت وليكن مثلا كتاب الامتحان، جيت على كتاب زي كتاب الوافي حليت 20 سؤال صح و30 سؤال غلط، بدأت النسبة بتعلى صح. طيب دلوقتي كل مدى ومدى هتلاقي النسبة بتعلى على حسب مدى اتقانك للدرس، وعلى حسب برضو مدى ان انت بتشوفه مركز على ايه. عشان ما تغلطش في الاسئلة تجنب تكرار الوقوع في الغلط. الغبي اللي بيغلط في نفس السؤال مرتين، بمعنى ان انت لو جالك السؤال ده وانت ما استفدتش منه ما كتبتوش في الكتاب يبقى انت غبي. يبقى لازم تعمل كالتالي: لو انت شفت مثلا غلطت في 50 سؤال تشوف هو مركز عليه في الكتاب فيهم، وتفتح الكتاب تاني وتبدا تركز على الحتت اللي هو جايب لك منها الاسئله دي، ولو في افكار جديده تكتبها في الكتاب وكمان تراجعها وتراجع الجزئيات اللي جاي منها الاسئله دي واللي مركز عليها من الكتاب بحيث انك ما تغلطش فيها تاني. ده بالنسبه للافكار والاسئله. وطبعا احنا بنحل شوامل وبنحل اسئله، نخش على المنصه للمدرس ده ونحل امتحان للمدرس ده عشان نيجي في امتحان اخر السنه نكون اكتسبنا افكار بحيث ان احنا ما نغلطش امتحان اخر السنه. ده بالنسبه للافكار والغلطات. طبعا ما حدش يقلق خالص، كل الناس بتغلط، كل الناس بتكسب معلومات. انا حرفيا في اول السنه كنت بغلط بال 40 سؤال واحل 10 صح، 50 سؤال واحل 10 صح. جيت في اخر السنه من كتر حل الاسئله ومن كتر المجهود اللي انا بذلته والحمد لله رب العالمين بقيت يعني مثلا لو في 50 سؤال اغلط في 3 واحل بتاع 47 صح. ده بالنسبه لاخر السنه. فالفكره هي ان انت تشوف هو مركز على ايه في الاسئله ومركز على ايه في الجزئيه دي في الشرح في الكتاب، وليكن الدرس الاول في الباب الكهربيه مركز على الخلايا كذا، مركز على تفاعل الاكسده، تفاعل الاختزال، وتبدا انك تراجعهم تاني عشان انت كده ممكن ما تكونش مراجعهم حلو. ده بالنسبه لو انت بتغلط في الاسئله. طبعا محدش يقلق خالص، دي تاني مره اقولها. دلوقتي هنيجي لحته الكتب. عندك في الكيمياء كتاب زي كتاب الامتحان وكتاب المندليف وكتاب الايزو. طبعا كتاب الايزو افكاره حلوه جدا واسئلته كمان عاليه وفيها يعني اسئله جديده وافكار جديده، لو انت راجعتها ممكن برضو حاجه تظبط تيجي في اخر السنه. فكتاب الايزو حلو. كتاب الامتحان كحل لازم تبدا بيه حل لانه افكاره مشابهه جدا لافكار امتحان اخر السنه. وكتاب مندليف افكاره يعني متوسطه، ولا هو عالي ولا هو واطي، وبرضه حلو كتكتسب معلومات جديده. دي بالنسبه للكتب. طبعا جينا لاخر حاجه وهي المدرسين اللي كتير من الناس مستنيانا اقولها من بدايه الفيديو. عندك في المدرسين مستر خالد صقر، وطبعا ده اللي انا كنت باخد معاه، وبرضه مستر محمد عبد الجواد ومستر عمرو صلاح الدين في الكيمياء. لو انت هتبحث عن مستر عمرو صلاح الدين او مش عارف قناته اكتب مستر عمرو صلاح الدين في الكيمياء هيظهر. مستر عمرو صلاح الدين الميزه الوحيده فيه اللي هتميزك في الكيمياء باذن الله هو زي ما انا قلت لك في اول الفيديو ان هو بيعمل مخططات. يعني جه في اخر السنه في الكيمياء العضويه وانا فاكر اليوم ده عمل الكيمياء العضويه في ورقه واحده،
وعمل اول 4 ابواب في ورقه واحده، جمع التفاعلات وجمع المعادلات وجمع كل حاجه في ورقه واحده. فالميزه الوحيده في مستر عمرو صلاح ان هو هيلم لك الدنيا كلها في ورقه وبشكل مبسط، وممكن تطلبها او تطبعها وتعلقها على الحيطه زي ما انا لسه قايل لك، بحيث انك تسترجعها بسهوله. مستر خالد صقر برضو بيشرح لك بطريقه مبسطه جدا وهيفهمك الدرس باذن الله. مستر محمد عبد الجواد برضو في الكيمياء العضويه، وكل المدرسين دول شرحهم حلو. بما انك وصلت لنهايه الفيديو ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد. وطبعا لو اي حد عنده مشكله او حد عنده اي حاجه في الثانويه العامه يكتب لي، وانا باذن الله هرد عليه في التعليقات. بس كده، سلام.